سلام، كي راكم دايرين؟ جيسبر تكونوا كاع غاية خوتي خواتاتي وصحتكم كاع بخير. اليوم ان شاء الله في لا فيديو تاعنا غادي نديرو الروز بالدجاج. ونديرو مع بعض طريقة الطهي تاعه ويجيكم على حبة ما يجيش معجن. وإلا كان اول مرة تشاهدوا لا فيديو تاعي والقناة تاعي، ما تنسوش تدعموني بالاشتراك والاعجاب فضلا وليس امرا. ونبدو بسم الله. هنايا حكمت الحاجه الاولى نحكموا الروز تاعي. انا خدمت بسمتي. هنايا درت 3 كيسان تاع روز. ديروا اي كاس كيلو به. صافي درت 3 كيسان. من بعد هنايا غادي نحكم الماء ليسونسيال، نكون عارفه روحي شحال درت من كاس باش من بعد نحكم العبار تاع الماء. هنايا نضيف الماء عادي من السباله ونخليه هنايا نص ساعة في الماء، وهو باش يخرج لي هذيك النشا تاعه. هذه هي الطريقه باش ما يجيكمش معجن. الا ما بغيتوش ديروا هذا كيما نقولوا نص ساعه تشد لكم الوقت، شلوه 5 خطرات 5 خطرات تشلوه شغل تخرجوا له كاع دوك البيوضيه الماء الابيض. انا خليته هنا نص ساعه، من بعد صفيته وخليته ينشف مليح مليح. ولا تخلوه ينشف طري بيان. وإلا كنتو كما قلت لكم ديروه شلوه 5 خطرات حتى يروح من هذاك النشا، يخرج كاع حتى الماء يولي شويه صافي. عاده كينا نشفوه تاني كيما درت دروك. هنايا رحت الدجاج تاعي. هنايا حكمت السكالوب تاعي قطعته. نتوما شوفوا قطعوا هنايا شويه رقيق على تاعي. انا هنايا كيما نقولوا غلطته شويه. حكموا اي كميه على حسب افراد العائله تاعكم. هنايا حكمت هذاك السكالوب تاعي قطعته، كان شرائح قطعته الى قطع صغيره ولا ديروه ديكوب. بعد ما اكيد غسلته ونقيته وصفيته. فوالا من بعد غادي نروحو هنايا في المقله تاعي. غادي ندير كميه تاع زبده ولا سمن وشويه تاع الزيت. فوالا هنايا غادي نحكم هذاك القطع الدجاج اللي قطعته. غادي نديره على نار متوسطه ونخليه ينقلب مليح مليح حتى يخلي لنا كاع ديك البنه في الزيت. كما تعرفوا يطلق داك شويه تاع الماء، الدجاج يطلق الماء. هنايا غادي نخليه يتقلى مليح. من بعد غادي نتبله بشويه تاع الفلفل الاسود وشويه تاع اكيد تاني ندير له شويه تاع الملح. فوالا هنا بعد ما تقلى لي مرت مده وهو نقلي فيه مليح مليح، درت له هنا شويه تاع فلفل اسود وشويه تاع الملح ونخليه نزيد يتكمل يتقلى لي. شوفوا الكميه تاع الماء اللي طلقها. من بعد غادي نحكمه هنايا نصفيه ونخلي داك الماء والزيوت اللي تاني اللي سبقات لي في المقله. هنا غادي نحكمه نصفيه ونحطه في زلافه ونروح للروز تاعي وطريقه التحضير باش يجينا على حبه وما يجيش معجن. فوالا هنايا كيما تشوفوا الا شفتوا هكا الزيت نقصوا كاع، زيدوا شويه تاع الزيت شويه تاع السمن ولا دهان. حكمت هنا 3 فصوص ولا 4 تاع الثوم، حكمتهم قليتهم. من بعد حكمت ديك الكميات اللي هي 3 كؤوس تاع الروز. هنا خدمت كيما قلت لكم بسمتي. انا يعجبني في البنه وتاني حكمت له العبر تاع الاخر تاع الماء. من بعد تبلته درت شويه تاع السكنجبير شويه تاع الكيري تاع الدجاج ودرت شويه فلفله حمراء حاره اختياريه والقزبر درت هنايا بودره. فوالا هنا قليته. هنايا نقصوا النار كي تكونوا تقلوا فيه، نقصوا للنار نقصوا لها كاع. هنا غادي نقليه ودرت شويه تاع الملح اكيد. فوالا هنا حركوه ما تخلوهش ينحرق، قلوه مليح مليح على نار قلت لكم متوسطه ما تزيدولهاش. فوالا من بعدها بديت نضيف في الماء يكون هنايا يكون شويه دافي. ليسونسيال. شوفوا انا هنايا درت شوفوا في بسمتي درت كيما نقولوا الكاس تاع الروز واحد ندير فيه قريب 3 كيسان تاع الماء. كيما نقولوا 2 كيسان ونص
نزيد فوق النص غير شوي. هنا صافي كل كاس كما قلت لكم ديروا فيه 2.5 كيسان تاع الماء شويه فوقها، باش يجي هكا على حبه يجي طايب حساب. انا هذا الروز كما نقولوا العبار توجور اللي نخدم به. شوفوا كي طاب ما شاء الله، جاب طابع على حبه. ومن بعد كي طاب ليه هنا طفيت عليه وجبت داك الدجاج تاعي خلطته مع الروز تاعي، مزجته في بعضه فوالا. ومن بعد نقدمه معكم في صحن التقديم. شوفوا كي طاب ما شاء الله بنين بنين. زينته بشويه تاع قزبر ولا معدنوس اللي عندكم غير للتزيين. فوالا ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. و... والى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في رواحكم.